هلو حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب تكونون بألف خير وصحة وعافية. بفيديو اليوم، بهذا الفيديو راح اسوي لكم جولة بغرفتي. طبعا انتم لان طلبتوا هذا الفيديو وتحبون هيك نوع من الفيديوهات فسويت لكم اياه. اوكي، خلينا نبدأ. اول شي بالميز مال التسريحة او المراية او ما عرفت ايش يسمونه. اوكي بنات، طبعا هذا شكله هيك يكون. طبعا ما حابته لان احب الميز يكون صغير ودائري، احسه يطلع ارتب بنات. بس الغرفة التركية الصراحة أبد مو عملية، يعني بسرعة تتكسر. يعني هسه هذا الميز مجراته هيك مو طوال، من أسحبه بسرعة يعني رغم أنا أحافظ على الشي بس ما أعرف يتكسرون بسرعة. أول شي نبدي هاي الآنسة. طبعا هاي الآنسة أخاف من عتها سند، صدق والله حتى أنا أخاف من عتها. وهنا هاي الوردات الكيوت، شقد أحب هذا النوع من الورد. طبعا هيك هذا الورد يشبه عباد الشمس والأصفر، هيك ما أدري يمكن أحبه حتى أكثر من الورد الجوري. وتسريحتي عادية بسيطة، ما بي أي شي. هنا حاطة مكياجات اللي دائما استعملها، انفراج ومشاطة، والبقية كلها مصفتهم بالمجرات. وهذا هو الميز مال التسريحة مالتي، كلش بسيط. وطبعا هذا الكرسي، ذيك السلة حاطة بيها غراض مال الحمام. اوكي، وهذا هو الكنتور. طبعا الكنتور البوب مالته سلايد، بس الصراحة كلش يبزعن لأن ثقيل الباب وظل أفتحه وأسده. وطبعا اكو شي مو حلو بيه، اللي هو هنا هذا من افتح الباب واسده يطلع مثل الخشب الناعم، وهذا الشيء كلش مزعج. النهار كله انظفه ويصير وسخ، ما اعرف ليش. اوكي، فهذا هو الكنتور مالتي، عادي ما بشي. بس قلت لكم الازعاج بيه هو البوب مالته كلش ثقيلات بالفتح والسد. بس والله ما انصحكم بالغرف التركيه، يعني اذا تشترون اشتروا نوعيه زينه لان صراحه كلش ما يفيدن. اوكي، الغراض مال سنودي، هذا المجرات ملاته. هنا حاطه الملابس مالته. هنا بنات مخلي هاي الشجرة أنا سويتها وياكم فيديو على اليوتيوب. كنت حاطة هذولا بيها هيك الطاوات والملاعب، سند كلهم لزمهم وشلعهم ودبهم بالقاع. شاد وياها والله ما خلى شي، كله شلع اللي بيها ودبه بالقاع. يمكن خل أشوفكم لحظة. هنا كلهن شلعهن كونهن ومخليهن بالغرض مالت النوب فوقاها. اوكي، وهنا هذا الميز مال يا ميز العفو، هاي يسموها الزاوية. اوكي، وهنا هاي وردة، هاي الوردة 100 مرة تشلعت واجيب لها صمغ وازكها، كل ما اغسلها تتشلع. وهاي البردة لونها اوف وايت. طبعا الاوف وايت يبين احيانا عبالك وسخ لو قد ما تغسلينه، فبصراحة حابة اجيب بردة هيك نيلي فاتح، احسها احلى. هذا السنودي نايم، طبعا خبصنا ورحنا. اوكي، وهاي الشرباية مالت الغرفة انكسرت طبعا، يعني لذلك قلت لكم الغرف التركية كلش مزعجة بسرعة تتكسر. فأنا حاطة هاي شرباية عادية وحاطة هذولا مال الشرباية عادي، وهم أنا راح أبدلها لأن صراحة ما حابتها الغرفة نهائيا. أوكي، خل أشوفكم شغلة. هذا الدرع مالتي مال التخرج. هنا عندي هذولا الكتب دا أقراهم، كلش حابتهم صراحة، لأن حسيت هيك بيهم فد معنى كلش حلو. حبيت هذولا الكتب جزئين فقلت خل أقراهم. أشوفكم شغلة. هنا خال سنودي جاب له دشداشة، شوفوا دشداشة سنودي ايش قد حلوة كيوت. وهاي مالتها هيك شين لبس فوقها. عنده طبعا بعد وحدة لونها فستقي بس بعدكم على قده. هناك انا مخليه المصاحف اي شي يعني اقرا بيه. هنا هاي الصورة مال التخرج مالتنا. وهنا هذه شهادة تقديرية حصلتها بقراءة مال القرآن. وصلنا لنهاية الفيديو، أحبكم كوما، أشوفكم بألف خير إن شاء الله في فيديو جاي. مع السلامة، وكتبولي اقتراحاتكم إذا عندكم أي اقتراحات.